السلام عليكم. عمرك بعت خدمة أو منتج وأنت مش مقتنع بيه؟ أنا أفتكر من سنتين كنت موجود في إحدى الشركات مع فريق العمل. حد من الفريق قال لي أنا عادي ببيع المنتج أو الخدمة اللي إحنا بنقدمها، بس مش مقتنع بيها إطلاقا، ولا مقتنع إن هي فعلا بتحل يعني بين بوينت أو نيد عند العميل. للأسف الشديد دي جملة خطيرة جدا ممكن يقولها أي بياع، لأن دايما قوتك كبياع بتيجي من حاجتين أساسيين: من إيمانك بمنتجك وإن هو فعلا بيحل فعلا احتياج حقيقي عند العملاء، ومن قوة شرحك ومن قوة عرضك للمنتج لعميلك، لأن ده كله بينتقل للعميل وأنت بتتكلم معاه. حماسك وأنت بتتكلم وقوة كلامك وأنت بتتكلم مع العميل بينتقل له بشكل لا واعي، بيأثر على إقناعه، بيأثر على اشتراكه معاك أو ما يشتركش معاك. والجزء الثاني والاهم هو ان انت يكون عندك ايمان حقيقي بالمنتج اللي انت بتقدمه، وايمان حقيقي بالحل اللي انت بتقدمه. عايز اقول لك حاجه: في ناس مقتنعه بالفعل بحاجه زي دي، ان هي عادي مش شرط تقتنع عشان تقنع العميل، وانا معاها فعلا. انت ممكن فعلا تبيع للعميل حاجه انت مش مقتنع بيها، بسبب قوتك في المهارات البيعيه تقدر توصل للعميل احساس ان المنتج ده هيحل له مشاكله يعني كلها. بس في المقابل انا بشوف ده شيء غير اخلاقي. بشوف ده شيء غير اخلاقي، ان انت بتحاول تظهر بشكل انت مش فعلا حاسه، او تحاول تقول كلمات انت مش حاسسها. فده ممكن يكون شكل من اشكال الكذب، شكل من اشكال، يعني هو شيء غير اخلاقي. يعني احنا لو هنصنفه هيتصنف ان هو غير اخلاقي، ايا كان هو هيكون ايه من الصفات الغير اخلاقيه يعني. لذلك مهم جدا يكون عندي ايمان حقيقي بالمنتج اللي انا ببيعه، او بالسوليوشن اللي انا ببيعه، كان هو فعلا بيحل نيد حقيقي عند العميل. وايضا انقل الصوره دي او انقل الحل ده بشكل قوي للعميل. حماسي وانا بتكلم، التون اوف فويس بتاعي بيفرق جدا مع العميل. قوه الكلمات اللي انت بتقولها للعميل وانت بتتكلم عنه، ده كله بينتقل ليه بشكل لا واعي، وبيأثر عليه، وبيأثر على فكره ان انت تقنعه ان هو يشترك معاك. حبيت اتكلم عن الموضوع ده، حبيت اشير ليه ان انت قوتك وانت تعرض المنتج تنتقل للعميل. ولازم تكون فعلا عشان القوه دي تنتقل للعميل بشكل صحيح، لازم تلعب على حاجتين اساسيين: اقتناعك انت بالمنتج اللي انت تقدمه، زائد حاجه تانية قوه كلامك وحماسك وانت بتعرض المنتج لعميلك. كان فيديو سريع النهارده، يعني تقدر تقول كده ما كنتش هنزل حاجه النهارده، لكن حرص ان انا وعدتكم ان انا انزل كل يوم فيديو، او كل يوم عمل انزل فيديو او انزل بوست، فنزلته لحضراتكم. اتمنى يكون يعني مفيد ليكم، واتمنى اسمع رايك في الموضوع ده. وان شاء الله بجهز لكم حاجه كده كويسه في جي تي ام، حاجه يعني مش يعني حاجه مجانيه كده بخلصها ان شاء الله. اول ما ابدا اجهزها ابدا انزلها لكم كده في بوست جميل هتفيد بيها اكبر عدد من الناس اللي بتواجه مشاكل كبيره جدا في جزء خاص بجي تي ام. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.